اسمي نادية، ولحد النهاردة لسه متجوزتش. مش صغيرة، لكن للأسف السبب مش حظي، السبب إني اتعلمت من زمان إني مش حلوة كفاية. كل اللي حواليا من أهلي لأقاربي لجيراننا كانوا دايما يقولوا قدامي: أختك ملكة جمال، وأختك التانية قمر، بس نادية شبه بابا ومش حلوة قوي. كانوا بيضحكوا وأنا بضحك معاهم، لكن جوايا كانت الدنيا بتتهد. مش هقدر أوصفلكم الإحساس لما تسمع الكلام ده كل يوم من كل حد طول عمرك. بيبقى زي المسمار اللي بيتدق في خشبة، كل ما حد يتكلم المسمار يدخل لتحت أكتر. أنا كنت متوسطة، مش بشعة، لكن جنب أخواتي كنت ولا حاجة. وصدقوني، أسوأ حاجة مش إنك تبقى وحش، أسوأ حاجة إنك تحس إنك مش ظاهر، إنك تكون زي الأساس في البيت، موجود لكن محدش بياخد باله منك. ومع الوقت كفيت نفسي، بطلت أهتم بلبسي، بقت هدومي عادية جدا، بل أقل من عادية. ما كنتش بحط ميك أب ولا حتى كريم مرطب، مش لأني مش عايزة، لكن لأني كنت مقتنعة إنه ملوش لازمة، مش هيفرق مع حد. بطلت أروح أفراح قرايبي وصحباتي، وكنت أقفل على نفسي في أوضتي كل ما فيه ضيوف. أمي حاولت معايا كتير في الأول، لكن أنا كنت بتنرفز وزعق فيها، لغاية ما هي كمان سابتني. بقينا في نفس البيت وما بنتكلمش، زي غريبتين، لا صحاب لا خروجات لا حياة، مجرد ظل بيمشي بين الجدران. كنت كلما أتقدم لي حد كنت أرفضه بشكل بشع. مش لازم أقول لكم إزاي، يكفي إن الشخص ده كان ما بيحاولش يتقدم تاني أبداً. كنت في دماغي صورة مثالية للجواز، شاب وسيم رومانسي ظروفه كويسة، لكن اللي كان يجي يكونوا يا أما كبير في السن، يا ظروفهم صعبة، يا شخصيتهم تقيلة. ما كنتش مهتمة أصلاً إني أعرفهم، كنت مقتنعة إني مش هاخد حقي، فقررت أتخلى عن الحلم كله. مرت السنين وأنا عايشة مع بابا وماما وبس، لحد ما بابا مات. بعدها بقيت أنا وماما في بيت كبير فاضي. كنت باكل لوحدي، أشوف التلفزيون لوحدي، أنام لوحدي، مع إني بعمل كل شغل البيت وبسهر على راحتهم، لكن كنت زي الروبوت. ماما قالت لي مرة: أنا حاسة إني عايشة في البيت ده لوحدي وبس. الكلام ده جرحني، لكن ما قدرتش أرد. ووقتها مرضت ماما مرض بسيط، كنت قاعدة في البيت وأنظف، وفجأة جرس الباب دق. خطاف نهاية الجزء الأول. فتحت الباب، لقيته شخصية من الماضي، الوحيدة اللي كانت بتخليني أحس إني بني آدمة. ليه رجعت دلوقتي؟ وإيه اللي هيتغير في حياتي بعد ما شافتني على الوضع المزري ده؟ فتحت البيت، لقيت مدام سهير، مش خالتي، لكن صديقة ماما المقربة من سنين، كنا بنعاملها زي خالتنا بالظبط. كانت مسافرة برا مصر بقالها 6 سنين مع جوزها. أول ما شفتها ما كانش في قلبي إلا الفرحة. مدام سهير كانت الوحيدة اللي عمرها ما قالت إني متوسطة، بالعكس كانت دايما تصحح لي وقفتي، وتقول لي: شعرك حلو يا نادية، ليه مخبياه؟ أو عيونك واسعة، ليه مش بتحطي كحل؟ لكن أنا كنت ماردة وما بسمعش الكلام. المهم، جات عشان تزور ماما في مرضها. أول ما دخلت وقعدت، بصت لي وقالت: نادية، عاملة إيه؟ كنت فاكرة لما أرجع ألاقيكي اتجوزتي وخلفتي عيلين. لسه لأ. ما ردتش. حسيت بحالة غضب وانغلاق زي ما بيحصل لي دايماً. سبتها مع ماما ورحت أوضتي، لكن سمعت ماما وهي بتقول عنها: البنت دي دماغها اتخربت يا سهير، مش بتنفع مع حد، وشكلها وحش وعنيدة. الكلام كان بيوجعني، لكن أنا متعودة. بعد شوية خبطت عليا مدام سهير، قعدت جنبي وقالت: أنا عرفاكي يا نادية، باين عليكي إنك زعلانة، مش مصدقة إنك تكوني كدابة عليا. ساعتها، لأول مرة من سنين، انهارت. فضلت أعيط وأنا أحكي لها كل حاجة. إزاي الناس دايماً قارنوني بغيري، إزاي فقدت ثقتي، إزاي بقيت قافلة على نفسي لدرجة إني مش بعرف أتكلم مع حد ولا بحب حاجة فيا. مدام سهير ما قالتليش حاسة بيكي ولا قالت لي اصبري، قالت لي حاجة مختلفة: انتي مش وحشة يا نادية، انتي بس مش عارفة تظهري جمالك. الفرق بينك وبين أختك مش إنها أحسن منك، الفرق إنها بتعرف تلبس وتعرف تهتم بنفسها وإنتي لأ. كانت كلمتها زي الصدمة. أنا طول عمري كنت مقتنعة إني خلقت وحش، لكنها قالت لي إني مجرد مادة خام مش مكتشفة. بعد أسبوع قررت أروح عندها في بيتها كام يوم. بعد ما أمي وافقت، لأول مرة أمي توافق على حاجة بطلبها. في بيت مدام سهير حصل التحول الحقيقي. خدتني أيديها وقامت بتغيير شكل من الألف للياء. لبس جديد،
تغيير تسريحة شعري، ميك اب خفيف مناسب لوشي، وحتى ودتني عند دكتورة جلدية عشان تلميع البشرة. بعد أسبوع واحد بس ما كنتش قادرة أصدق اللي شايفاه في المراية. من كانت البنت دي؟ وإيه اللي هيحصل لما أرجع لبيت أهلي بالشكل الجديد ده؟ بعد التغيير بقيت نادية تانية. الميك اب بقى خفيف ومناسب، شعري بقى منسدل بطريقة مختلفة، لبسي بقى شيك وذوق. خسيت شوية، وثقتي في نفسي بدأت ترجع، مش بس من الشكل لكن من نظرة الناس ليا. مدام سهير قالت لي: روحي زوري قرايبك واصحابك بالشكل الجديد، خليهم يشوفوا نادية بجد. فعلا عملت كده. أول مرة أروح فيها عزومة لعيلة كبيرة، محدش عارفني. الناس كانت بتقول: إيه الجمال ده؟ نادية بقيت ملكة. وليه كنتي مخبية نفسك طول السنين دي؟ العيون كانت بتتشمط فيا، ولأول مرة أحس إن أنا مرئية، ومش بس كده، إن أنا جميلة. الرجالة بقوا يبصولي في الشارع، والجواز بقى بيجيلنا كتير. فجأة بقيت أحلامي مش بعيدة. لكن المشكلة إن محدش من اللي تقدمه كان مناسب. في واحد متجوز ومخلف بنتين، ظريف وأخلاقه عالية، بس مش الشكل اللي حلمت بيه. وفي شباب لسه صغيرة وظروفهم كويسة، حسيت إنهم مش فهماني. لكن القدر اختار لي موقف عابر. مرة كنت ماشية في الشارع، وفي شباب بيتعرضوا لي، فجأة واحد تدخل وأنقذني. كان هو نفس الشخص المتجوز اللي رفضت فكرته الأول. اتعرفنا أكتر، لقيت إنسان كتوم، هادي، وبيديني أمان غريب. قلبي اتفتح له بشكل مش طبيعي. ده كان أول حب حقيقة في حياتي. حسيت إن رغم إنه متجوز، لكن أنا مش هبقى مبسوطة مع حد غيره. لما قلت لأمي إني عايزة أرتبط بيه، الدنيا قلبت. أمي رفضت رفضاً قاطعاً: أنا أرضى تقعدي في البيت طول عمرك، ولا تتجوزي الراجل اللي ظروفه مش ظروف. حتى مدام سهير اللي كانت سندي اختلفت معايا، لكن أنا مصرة. قولت أحاول أخطب منه وأشوف الدنيا. هو طلب الجواز وقال إنه راح يجهز شقة باسمي ويشتري كل اللي محتاجاه عشان أمي ترضى. وبعد مجهود، أمي وافقت على الخطوبة بشرط: الشقة تتكتب باسمك وتتجوزي في قاعة كويسة، وهو يتكفل بكل حاجة. وافق هو على طول. قال: أنا عايز رضاها عشان نادية تكون مبسوطة. وفعلا عملنا خطوبة حلم. لكن لاحظت نظرات الناس الغريبة. ليه نادية اختارت راجل متجوز؟ هي تستاهل أحسن. كنت متمسكة بيه أكتر من أي حاجة، وفجأة لقيته بيتغير من غير مقدمات. وإيه هي الرسالة اللي هتقلب حياتي رأساً على عقب في التليفون؟ فرحتنا بالخطوبة ما كملتش شهرين، وإلا وأنا قاعدة في بيته رن تليفونه وهو في الحمام. طلعت على الشاشة رسالة من رقم مش محفوظ: أنت فين يا حبيبي؟ اتأخرت قوي النهاردة، وحشتني قوي. قرأت الرسالة 10 مرات. حبيبي؟ مين اللي بتكلمه بحب كده؟ لما خرج واجهته، اتلعثم وقال: ده صاحبي، التليفون بتاعه بايظ، فبيقترض تليفوني عشان يكلم خطيبته. طبعا كان كذبة واضحة زي الشمس. من اليوم ده الثقة راحت. بقيت أشك في كل كلمة يقوله، لكن كنت متعلقة بيه لدرجة مش طبيعية، وردة فعلي كانت غريبة. ما فسختش الخطوبة، بل تمسكت بيها أكتر عشان أتأكد. في نفس الفترة ظهر حد تاني في حياتي، شاب وسيم جدا، من عيلة غنية، شيك وطيب ومتعلم. تقدم لي عن طريق جوز أختي، كل المواصفات اللي كنت بحلم بيها من وأنا صغيرة. كل الناس شجعوني، أمي، أخواتي، مدام سهير، كلهم قالوا لي: ده نصيبك يا نادية، انسي الأول. كنت في حيرة رهيبة، قلبي مع الأول المتجوز الكداب، وعقلي مع التاني الأمير اللي كل البنات عايزاه. ومع ضغط العيلة وافقت أخطب التاني. كان شيك جدا، رومانسي، بيجيب لي الورود وبياخدني في أماكن فاخرة. لكن ما كنتش سعيدة. ما كانش فيه حب، ما كانش فيه دفء. كان كل شيء شكلي ومثالي، لكنه بارد زي التلاجة. ومرت الشهور وأنا في علاقة باردة مع خطيبي الوسيم، ولسه بفكر في الأول لحد ما دخلنا على الفرح. جهزنا كل حاجة، وفي يوم وأنا قاعدة في بيت أمي جه خطيبي الوسيم يزورنا. ومرة تانية التليفون رن، وهذه المرة الرسالة كانت واضحة: أنا تعبانة يا حبيبي، أنا عايزاك جنبي النهاردة. كانت من بنت تانية. خطيبي الوسيم اللي المفروض أمير الأحلام كان عنده واحدة غيري. وضحكت على نفسي. وقتها أدركت إن الشكل مش كل شيء، وإن الوحيد اللي حبني بصدق كان الأول. قررت أرجع له.
العيلة كلها صاحت في وشي، لو رجعتي للراجل المتجوز ده هنقطعك، حتى مدام سهير. لكن أنا تلقائياً من غير تفكير خدت شنطي هدومي ورحت عنده. خطاف نهاية الجزء الرابع. اتجوزنا بعد شهر وكانت أحلى ليلة في عمري. لكن بعد الفرح بشهر واحد بس الراجل اللي حبني تحول لوحش. إيه اللي حصل بالضبط؟ أول شهر جواز كان زي الجنة. كنت قاعد في الشقة اللي جهزها من سنة ونحن مخطوبين، كانت مقفولة على نفسها، ما دخلتهاش ست غيره. ده كان دليل حبه ليا. كنت مبسوطة وأقول أنا عملت الصح. لكن فجأة بعد نهاية الشهر الأول تقلبي تماماً. بقى عصبي بدرجة مش طبيعية. أي كلمة بقولها تزعله، أي طلب بسيط أعمله يشوفه تدليل أو عند. واستمرت المشكلة الأكبر، طليقته وبناته. كان ماسك تليفونه 24 ساعة يرد عليهم، وكانوا يجوا البيت في أي وقت من غير ميعاد، يخبطوا الباب ويدخلوا. البنات الصغيرة كانوا يهدروا الهدوم ويأكلوا في العربية السودة بتاعتي. وطليقته كانت ست ذكية جداً، بتعرف تلف وتدور، وكانت تقعد ساعات في الصالة تتكلم مع جوزي عن مستقبل الولاد، وأنا قاعدة في الأوضة لوحدي. كل ما أتكلم معاه أقول له أنا مش مرتاحة. يقول لي دول ولادي يا نادية وطليقتي أمهم، لو مش عاجبك الباب مفتوح. الكلام ده قتلني. كنت كل يوم أحس إني بتلاشى، حتى جسمي بدأ يضعف، خسرت وزني ووشي أصفر وسحنتي بقت تعبانة. لكن ما كانش له أي حد تاني أروح له. أمي رفضت ترد على تليفوناتي وقالت لي بوضوح أنت اخترتي الطريق ده، عيشي. خالاتي قالوا نفس الكلام. حتى مدام سهير سندي الوحيد قالت لي في التليفون أنا نصحتك وإنتي ما سمعتيش كلامي، متصلينيش تاني. ساعتها حسيت إني اتقطعت من الدنيا. الجواز اللي ضحيت بكل حاجة عشانه بقى سجني. لمدة شهرين كنت كل يوم أفكر في الطلاق، لكن كنت خايفة. خايفة من الوحدة، خايفة من نظرة الناس. قال لك في يوم جمعت شجاعتي وقلت له أنا عايزة أتطلق. بص لي بصراحة وهدد. قامت بينا معركة كلامية كبيرة جداً، وفي وسط العياط والتعب حسيت بدوخة. بعد يومين روحت لدكتورة، عملت تحليل وأخبرتني مبروك يا نادية، انت حامل. لما قلت له الخبر اتغير في ثانية، بقى ناعم زي القطن ويقول لي حبيبتي أنا نفسي في ولد، انت هتخلفي لي وريثي. بس هو ما قالش كده بحب، قالها زي ما يكون أنا آلة إنجاب. دلوقتي أنا عايشة في رعب طول التسع شهور، لو طلعت بنت هل هيرجع زي الأول؟ وهل هيطلقني ساعتها؟ خطاف نهاية الجزء الخامس. أنا حامل وهو بيعاملني كويس بس عشان الولد اللي في خياله. وساعات كتيرة بسأل نفسي هل في يوم كان بيحبني فعلاً؟ ولا كنت مجرد تحدي بالنسبة له عشان يثبت لنفسه إنه لسه مطلوب؟ دلوقتي وأنا قاعدة في البيت لوحدي وجوزي شغال وأنا بستنى الطفل اللي جوايا، بقيت أفكر في كل حاجة حصلت. بقى عندي يقين بحاجة واحدة، الناس الكتير اللي حواليكي لما يجتمعوا على رأي واحد غالباً رأيهم هو الصح. أمي، أخواتي، مدام سهير، قرايبي، كلهم قالوا لي متتجوزيش الراجل ده. كلهم شافوا حاجات أنا رفضت أشوفها عشان كنت مفتونة بفكرة الحب والثورة على الكل. كنت فاكرة إني بعمل الحل المناسب، وفاتني إن في فرق كبير بين الحب والإعجاب. هو كان معجب بيا لأنه شافني ملكة جمال بعد التغيير، لكن هل حبوني أنا كإنسانة؟ على الأغلب لأ. لأنه لو كان حبني بجد كان هيعمل لي مكانة جنب ولاده، وكان هيدافع عني قدام طليقته، وكان يحترم وجودي زي ما بحترمه. جوزي طبعاً مش موافق على الطلاق، مش لأنه بيحبني، لكن عشان العيب وعشان الناس وعشان لو خلفت ولد مينفعش يروح منه. وأنا بقيت في موقف صعب جداً. مامتي مش هتستقبلني في بيتها عشان هي قالت لي من الأول، وحتى لو رجعت هسمع كلام قالالك طول العمر. مدام سهير قطعت علاقتها بيا، وأخواتي بيقولوا نصيحتنا ما عجبتكيش. ما عنديش أي سند غير نفسي والطفل اللي جوايا. لكن في وسط الظلمة دي أنا بدأت أتعلم حاجة متأخرة. أصل المشكلة مش في شكلي أبداً. أصل المشكلة زمان كانت في ثقتي المهزوزة، والمشكلة دلوقتي في إني لسه بدور على حد يخليني أحس إني موجودة. الحق إني أنا لازم أبقى موجودة لنفسي الأول. الدرس اللي عرفته بأسوأ، محدش هيرضيك إلا لو كنتي انتي راضية عن نفسك من غير شريك. الجواز مش علاج للوحدة أو لضعف الثقة. الجواز مراية بتكبر اللي جواك. لو كنتي واثقة
هتزيد ثقة. لو كنت خايفة ومحتاجة هتتحولي لعبد عشان ترضيه. النصيحة الأخيرة لكل بنت بتسمعني: متتزوجيش عشان تهربي من بيت أهلك، ومتتزوجيش عشان تثبتي لنفسك إنك جميلة، ومتتزوجيش عشان تثوري على أهل بيتك. استني لحد ما تكوني قوية لوحدك، عارفة قيمتك من غير ميك أب ومن غير حد يقولك انتي حلوة. وأما تلاقي شخص بيحبك وانتي بالبيجامة ووشك مغسول، ساعتها تجوزيه. أنا دلوقتي قاعدة في الشقة بسمع صوت المفتاح في الباب، عارفة إنه داخل ومش عارفة هو هيدخل عليا ضحك ولا عصبي. لكن الفرق إني النهاردة مش خايفة من الطلاق ومش خايفة من العيشة لوحدي. أنا بس زعلانة على سنين عمري اللي ضاعت وأنا بدور على الحب في المراية.